هو انا يا مستر ايمن، ده سؤال بيجي لي بقى، لو انا اي جي ودلوقتي في جريد 11 وداخل 12 بس للاسف نتائجي في الاو ليفل مش عاليه، والاليفل مرعوب منه لانه نتائجه كانت وحشه جدا وعايز احول امريكان، ينفع؟ ينفع. بالعكس، ده انت هتجيب سكور في الامريكان بسرعه، الامريكان قريب من اي جي في التكنيك. ينفع يا مستر ايمن؟ ينفع احول وانا ينفع. طب اعمل ايه؟ هتجيب شهاده ثالثه اعدادي لو انت في مصر، ثالثه اعدادي، وهتجيب الترانسكريبت بتاع 10 و11 بعد ما تخلص 11، بس قدم من دلوقتي. وبعد كده هتروح مقدم على مدرسه امريكان. القرار في حقك انك تقدر تعمل كده، من حقك قانونا، مش بقول كلام مش قانوني. تحول بقى امريكان في ثالثه ثانوي جريد 12. احنا ما عندناش يعني بيقولوا عليها جريد 12، انتوا عندكم في الاي جي بيقولوا يير 12. فهتحول من يير 12 لجريد 12، فرق خطير، الواي مش جي. هتيجي بقى جريد 12 في الامريكان، انت واخد او ليفل طبعا، وغالبا هتكون خلصت الماث. هتبقى مشكلتك بس في الانجليش. الانجليش بتاع الاي جي اقل صعوبه من الانجليش بتاع الامريكان، بس تقدر، لان سكور الجامعه في الامريكان اقل من سكور الجامعه. ما فيش عندنا الكيرف الفظيع بتاع الاي جي. فانت لما هتحول على ثالثه اللي هي جريد 12 عندنا في الامريكان، هتقدر تجيب سكور، انا اتوقع بنسبه كبيره جدا مع شويه اجتهاد جامدين منك هتجيب سكور، وقتك هيبقى مريح جدا، احسن بكتير. ما عندكش 8 مواد، ما عندكش مادتين A ليفل، ما عندكش كل الكلام ده. هم مادتين 1 ومادتين 2 ومنهم ماده مشتركه اللي هي الماث، يعني في الاخر 3 مواد. بدل ما تذاكر 9 مواد هتذاكر 3 مواد بس في سنه كامله، وهتخش 6 ترايلز وتجيب اعلى سكور وتختار ماتشنج اعلى ماس مع اعلى انجلش في محاولات مختلفه. ايه العبط ده؟ منتهى البساطه بالنسبه بالمقارنه بالثانويه العامه والاي جي. انما بقى لو انت طالب في يير 9 في الاي جي، اللي ده لكل اب وام، لو ابنك في يير 9 في الاي جي ولقيته ما بيقعدش على المكتب بيفرق كده ومش بتاع مذاكره كتيره وقت طويل، ابوس ايدك حوله امريكا. هتوفر فلوس وهتوفر ضغط نفسي عليك وعلى اولادك، وهتخش الجامعه بسهوله. مالكم؟ اوعى اوعى اوعي اوعي اوعي، بالذات الستات، المامهات المحترمات، ما تسمعيش كلام صاحبتك اللي في النادي اللي بتقول لك اصل انا ابني تعليم راقي، او الكلام ده كله كلام نظري. ابنك مش زي الثانيه، صوابعك مش زي بعضها. لو ابنك، انا قلت كلامي في الاول اهو، لو ابنك او بنتك مش بتوع قاعده على المكتب فترات طويله، من فضلك حوله امريكان لو سمحت. التعليم مش فشخره وخلاص، التعليم مش نادي، التعليم مش فشخره وتباهي، التعليم هدف. انت عايز تدخل ابنك الجامعه اللي نفسه فيها. على فكره الناس لما بيتخرجوا من الجامعه في الشغل بقى هيقدم، ما بيسالوش انت كنت امريكان ولا اي جي ولا ناشونال، بيسالوا انت كنت كليه ايه. فالشهاده بتجب اللي قبلها. ده على فكره عرف العالم كله مش بس مصر. يعني انا لو انا خدت مثلا مع احترامي الكامل دبلوم صنايع ودخلت معهد دون بوسكو وبعدين دخلت كليه هندسه، مش هيسالني بقى انت كنت هندسه ايه قبل هندسه. انا خريج هندسه، يعني انا كنت كليه هندسه، كان زمايلي بيجوا من معهد محترم جدا والطلبه فيه اشطر بكتير من الثانويه العامه. معهد دون بوسكو دول بيتعلموا تعليم براكتيكال اكتر، كانوا بيخشوا هندسه احسن مننا 100 مره. انا كنت علوم وتكنولوجيا، يعني حاجه هندسه كيميائيه، كانوا هم في التخصصات بتاعتهم احسن مننا 100 مره. بس المجتمع عنده نظره اقصائيه غبيه. فالشهاده الاخيره بتجب اللي قبلها ايا كانت. فطلبه كتير قوي دبلوم تجاره مثلا بيجيبوا سكور عالي فوق ال 70%. ما اعرفش النظام ده لسه كامل، انا بقول بسرد بس يعني قصه. زمان ايامي انا كان دبلوم تجاره من حقه يجيب فوق ال 70% يخش كليه تجاره. يتخرج من كليه تجاره يتخرج محاسب ولا يتخرج دبلوم تجاره؟ لا، يتخرج محاسب. مع احترامنا لبتوع دبلوم تجاره مش وحشين، بس انا بتكلم عن النظره الاقصائيه اللي موجوده في المجتمع، نظره الجواز لا مؤاخذه. يعني ربنا يوفق الجميع. انا بس بحكي معاكم بالمنطق الشعبي مش بالمنطق النظري. لو سمحت، لو ابنك ما بيقعدش على المكتب دخله امريكان، سواء كنت اي جي او ناشونال. ده الخلاصه. كنت معاكم ايمن تدرس.